اهلا بك في حلقه جديده، بس الحلقه دي مختلفه تماما عن بقيه الحلقات اللي فاتت، لان في الحلقه دي انا اخدت قرار هيغير مستقبل القناه. القرار ده انا اخدت فتره كبيره جدا افكر فيه، واتمنى في المستقبل ما ندمش اني اخدت خطوه زي دي. انا قررت اغير التيشيرت. بس بعيدا عن الهزار، انا كنت سالتكم يا ترى حابين ندخل محتوى مختلف على القناه ولا نخليها متخصصه في الماجيك. في ناس ايدت القرار وقالت حاجه كويسه ان يبقى في تنوع في القناه، في ناس تانية اعترضت وقالت لا احنا نخلي القناه بس متخصصه للماجيك. فاحتراما للطرفين احنا هنخلي القناه دي متخصصه للماجيك، والقناه التانية بتاعتنا سيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو وكمان في اول تعليق. ان شاء الله هتبقى فيها حاجات متنوعه، وان شاء الله هتبقى حاجات بعيدا عن الماجيك خالص. يعني لو دخلتوا واشتركتوا فيها هتبقى حاجه كويسه. يا ريت نوصل القناه مثلا مبدئيا ل 1000 مشترك، هتبقى حاجه كويسه. ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده. Three clubs? Let me guess. You can change it. The king of spades. Yep. You shouldn't have spoiled it. Now I'm not as surprised. You should have hit me with that queen of diamonds or something random. Now it would have been. That's a. Got this. Do you see it? Do you see it? وخلونا نلعبها معاكم مرة قبل ما نروح للشرح. عندنا هنا 7 هنحطها من فوق وهنبتدي نسحب. شايف؟ يلا بقى نروح للشرح. وكل اللي محتاجينه في الخدعة دي ورقتين. هناخد أول ورقة هنحطها في وسط الكوتشينة بالطريقة دي، في وسط هنا. بس انت مش شايف ان في ورقة علشان الكوتشينة عدلها عليك كده. هناخد ورقة تانية مختلفة هنحطها من فوق كده. كده الورقة بتاعتنا المختلفة فوق الشاي. ولما نيجي نسحب هنسحب الورقتين مع بعض كده. والشكل النهائي اللي بيظهر لنا في الاخر هو ده، نص ورقة عادية فوق ونص شاي تحت، انما في الحقيقة هما ورقتين. ندخل بقى على تاني خدعة معانا النهاردة. وتاني خدعة معانا النهاردة هي بين 2 ماجيشن، 2 سحرة. اول واحد منهم كان مجهز كوتشينة وطلب من التاني ان هو يختار اي رقم في الكوتشينة بس بعينيه. بس اكتشفنا ان الساحر عارف ومتأكد الورقة اللي اختارها الشخص التاني ده كانت ايه بالظبط. ومش بس كده، دي كمان كانت ما بين الاتنين بنات الورقتين اللي هو كان مجهزهم اساسا من البداية. ومش بس كده، ده كمان الورقة اختفت ما بين البنتين اللي كانوا مع الساحر ودخلت جوه جيبه. ودي كانت تاني خدعة معانا النهاردة. وفي ناس كتير بتستخدم الطريقة دي علشان يقروا افكار الاشخاص اللي قدامهم، علشان يعرفوا بالظبط الورقة اللي هم هيختاروها بمجرد ان هم يبصوا على الكوتشينة كانت ايه بالظبط. ويلا بينا نروح على الشرح. اول حاجة لازم نلاحظها في الفيديو ان الورقة اللي اختارها الساحر بعينيه كانت هي الورقة المميزة اللي في الكوتشينة. بمعنى اخر ان الورقة اللي اختارها الساحر كانت اكتر ورقة واخدة مساحة في الكوتشينة. بقية الورق كان جنب بعضه بطريقة ما تسمحلكش اساسا ان انت تشوف الورقة او تختار اي ورقة بعينيك. يعني الساحر مديك مجال للرؤية للورقة دي اوسع من بقية المجال اللي مديه لبقية الورقة. فاحتمالية ان انت تختار الورقة دي علشان هي اكتر ورقة ظاهرة في الكوتشينة، احتمالية ان انت تختارها هي احتمالية كبيرة جدا. تاني حاجة الورقة بتاعتنا ورقة حمراء، والعين بيلفت نظرها اكتر الورقة اللي لونه احمر. وكمان الساحر كان واخد باله ومديها مجال اكتر من بقية الورق. طيب ازاي بقى الورقة ظهرت ما بين البنتين رغم ان ما كانش فيه ما بينهم اي حاجة خالص، ورغم كده اختفت وظهرت في جيب الساحر مرة تانية؟ طيب خلونا ننفذ معاكم نفس الخدعة بس ب2 جوكر. لو خدنا ال2 جوكر دول ولفناهم كده وبحركة سريعة يظهر ما بينهم رقم مختلف. بس لما نلمهم تاني كده مفيش ارقام مختلفة، هو ال2 جوكر بس. ليه؟ علشان احنا عندنا ده جوكر عادي، عندنا هنا رقم 7 وعندنا هنا جوكر. لما نحطهم كده هيبقى كأنه جوكر عادي خالص، انما في الحقيقة في ظهره 7.
ليه بقى الكروت كانت ظاهرة كأنهم كارت واحد بس؟ لأن الكروت اللي استخدمها الساحر في الخدعة دي كانت كروت ممغمطة. بالنسبة لرقم 8 اللي ظهر في جيب الساحر ده، فالساحر أساسا حطه في جيبه من البداية، لأنه عارف ومتأكد أي حد هيجي يختار من الكوتشينة دي هيختار رقم 8، لأننا مدينه مساحة أكبر من مساحة بقية الورق اللي موجود في الكوتشين. فلما نطلب من حد إنه يختار ورقة بسرعة فهيختار رقم 8 لأنها أكتر ورقة ظاهرة قصاده. بعدين هنظهر البنتين اللي موجود اساسا في وسطهم رقم 8، واللي سهل جدا انه يختفي وسط البنتين لان هما بيستخدموا كوتشينة ممغمطة في النهاية. وبعد ما الخدعة تخلص خالص هنظهر رقم 8 اللي موجود في جيبنا من البداية. وقبل ما انهي الحلقة بحب افكركم ان انا سايب لكم لينك قناتنا الجديدة تحت في وصف الفيديو، ويا ريت كلنا ننزل ونشترك فيها. وكمان ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت لطيف علشان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقه اللي جايه. ودي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناه وتشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوا بتتعمل ازاي. لينك صفحه الفيسبوك تحت، وكمان لينك الانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.